كان يا مكان ولسه مكملين في حكايات من زمان، واللي عايشة معانا بمعناها حتى الآن. بفكركم إن حكايات عودة كان يا مكان حكايات لكل الأعمار، كبار وشباب وصغيرين كمان. تعالوا نسمع الحكاية. ملك من الملوك جاله هدية بس مش عادية. الهدية عبارة عن صقرين في منتهى الجمال والروعة، ورغم إنهم لسه صغيرين لكن يبدو عليهم القوة. لما شافهم الملك افتكر بيهم قوته وعدله وحكمته في مملكته الصغيرة، ولأنهم كانوا لسه صغيرين أمر الحراس يبعتوا يجيبوله كبير مدربي الصقور عشان يعلمهم، وعلى الطيران يدربهم. وفعلا بعد شهور جاله المدرب، وأول ما دخل على الملك قال له: عندي ليك يا مولاي خبرين، واحد فيهم حلو والتاني للأسف مش حلو، تحب أبدأ بمين فيهم؟ الملك رد وقال له: ابدأ بالخبر الحلو. قال له المدرب: الخبر الحلو يا مولاي إن صقر من الاتنين بيطير بشكل رائع ومبهر فوق في السماء، شايف يا مولاي؟ قال له الملك: يا سلام، حاجة عظيمة بجد. لكن الخبر الوحش يا مولاي إن الصقر التاني رافض تماما يسيب فرع الشجرة اللي واقف عليه، وده رغم المحاولات الكتيرة اللي اتعملت معاه عشان يطير، لكنه للأسف رافض للتغيير. اتضايق الملك شوية، لكنه فكر وقرر يجمع باقي المدربين من كل مكان في البلاد عشان يلاقوا حل للصقر اللي رافض يسيب فرع الشجرة ويطير. لكن للأسف ولا واحد منهم عرف يقنعه ويعلمه يطير فوق في السماء. معلش، أصلهم مش فاهمين إن التغيير لازم يجي من الصقر نفسه، مش من المدربين اللي حواليه، زي البني آدمين تمام، اللي منهم كتير رافضين للتغيير رغم إنه بيكون في مصلحتهم. المهم، فضلت حكاية الصقر اللي مش بيطير ورافض أو خايف من التغيير شغلة بال الملك وقت طويل، وبعد ما تعب من كتر التفكير خطرت في باله فكرة. تفتكروا كانت هي إيه الفكرة اللي جت على باله وللصقر هتغير حاله؟ هنشوف. تاني يوم الصبح أمر الملك الحراس يجيبوله فلاح من فلاحين الريف اللي فاهم طبيعة الصقر وإزاي ممكن يتعايش مع الطبيعة هنا في المملكة، مش مجرد بس مدرب يعلمه الطيران والسلام. وفعلا حضر الفلاح وقعد مع الصقر ساعتين الصبح، وراح للملك وقال له: أبشر يا مولاي، وبص فوق كده في السماء. ورفع الملك راسه فوق، لقى الصقر فارد جناحاته وطاير فوق جناين القصر بمنتهى العظمة والقوة والروعة. فرح الملك وسأل الفلاح الذكي: إزاي أقنعته وخليته يطير؟ إزاي قدرت تنجح في اللي فشل فيه أشطر المدربين في ساعتين 2؟ رد الفلاح بكل ثقة وقال له: والله يا مولاي الموضوع طلع بسيط، أنا كل اللي عملته إني كسرت فرع الشجرة اللي كان واقف الصقر عليه. وقتها اضطر الصقر يعتمد على نفسه ويلاقي حل عشان يقدر يعيش ويقرر من نفسه إنه يطير. سبحان الله، أوقات كتير بتحصل أحداث في حياتنا تكسر اعتمادنا على أشياء أو أشخاص عشان نتغير للأحسن وننطلق لخير ربنا مجهزه لينا، بس إحنا بنبقى مش واخدين بالنا منه، ويمكن من كتر خوفنا من التغيير بنكون رافضينه ومش شايفينه. أخيراً وليس آخراً، كن كما قال أحدهم: أعظم شجاعة هي إنك تقبل التغيير حتى لو ده كان معناه الخروج من منطقة أمانك وراحتك. بس كده، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. سلام.